بسم الله الرحمن الرحيم. الفترات غير المحدودة. أخدنا في الدرس اللي فات الفترة. طبعا الفترة بتظهر امتى عندي؟ لما بتبقى السين بتنتمي إلى ح، الأعداد الحقيقية، بكتب الفترة. إنما لما بتبقى السين بتنتمي إلى ط، بيبقى عندي إيه؟ مجموعة بتتعمل ما بين قوسين المجموعة. ماشي؟ طب هو هنا بيقول لي سين أكبر من 5. إيه اللي أكبر من 5؟ عدد طبيعي. الأكبر من 5 هما 6 و7 و8 و9 وهكذا طبعا إلى ما لا نهاية. يبقى هفتح قوسين بتوع المجموعة وهكتب 6 7 8 إلى ما لا نهاية. طب لما يقولي بقى تنتمي إلى ح، تبقى فترة. ما ينفعش أقول مجموعة لأن هي مش أعداد بس اللي هي الستة والسبعة والتمانية، لأ، ده الستة والسبعة والتمانية واللي ما بينهم. اللي ما بينهم سواء كان كسور أو سواء كان جذور، جذر تربيع أو جذر تكعيبي أو أرقام عشرية، أي حاجة. يبقى هعمل إيه؟ بعمل فترة. طيب إيه اللي أكبر من 5؟ من 5 إلى ما لا نهاية. من أول 5 إلى ما لا نهاية، إلى موجب ما لا نهاية، صح؟ اللي أكتر من 5. يبقى هكتب 5 إلى ما لا نهاية، يبقى 5 وما لا نهاية. من عند الما لا نهاية على طول مفتوح، سواء موجب ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية، ما بغلبش نفسي. ما لا نهاية على طول القوس أو الفترة مفتوحة. طب الخمسة ما عنديش يساوي، هي أكبر من، بس من 5، أكبر من 5، مفيش أكبر من أو يساوي، تبقى الخمسة مفتوحة كمان الفترة من ناحيتها. يبقى من ناحية ال5 هفتح الفترة ليه؟ عشان ما عنديش علامة يساوي. طب من ناحية ما لا نهاية ما بقلقش منها خالص، على طول مفتوحة. موجب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية، الفترة على طول مفتوحة. طب تترسم ازاي؟ هرسم خط أعداد وهكتب عليه ال5، واللي أكتر من 5. أكتر من 5 يبقى ممشي ناحية اليمين إلى ما لا نهاية، إلى موجب ما لا نهاية. يمين هي موجب ما لا نهاية، شمال سالب ما لا نهاية. هي من 5 إلى ما بعد ال5 لحد ما لا نهاية. يبقى هعمل سهم كده كبير بالشكل ده، هعمله تخين تخين، يعني دي فترة، يعني كل الأعداد اللي ما بينهم إلى ما لا نهاية طبعا. طب ناخد مسألة تانية. س بتنتمي لح، تبقى الحل طبعا إيه؟ فترة. س أصغر من أو تساوي 4. إيه اللي أصغر من الأربعة؟ أو بتساوي 4 طبعا، يعني 4 3 2 1، والأعداد اللي ما بينهم طبعا جذور قلنا وكسور وأعداد عشرية. يبقى هي الفترة من أول 4 إلى سالب ما لا نهاية، أو العكس بقى، من سالب ما لا نهاية إلى 4. ببدأ بالصغير دايما. يبقى من سالب ما لا نهاية إلى 4. اللي أقل من 4 3 و2 و1 و0 وسالب 1 والأعداد دي كلها. وطبعا ما بينهم إيه كمان؟ الأعداد قلنا العشرية والكسرية والجذور وكل حاجة. يبقى من الأربعة وشمال بقى وأنا ماشية. يبقى من سالب ما لا نهاية ببدأ بالصغير دايما، من سالب ما لا نهاية لحد الأربعة. سالب ما لا نهاية مفتوحة على طول من غير ما أفكر، ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية مفتوح، يبقى هفتح الفترة من عند الما لا نهاية. طب الأربعة مفتوحة ولا مقفولة؟ وبيقول لي س أصغر من أو تساوي 4. يبقى الأربعة معايا ولا لأ؟ يبقى س بتساوي 4 كمان، مش بس أصغر منها. يبقى الأربعة معايا، يبقى هقفل الفترة من ناحية الأربعة. وهعمل إيه؟ هرسم خط أعداد هعمل عليه الأربعة، والدايرة عند الأربعة مقفولة لأن الأربعة معايا. هظلل الدايرة بتاعت الأربعة. وطبعا السهم رايح فين؟ لسالب ما لا نهاية. هنا بيقول لي ح موجبة. الح الموجبة هي ايه؟ من أول الصفر لحد الما لا نهاية. مش من أول الصفر، صفر مش معايا. طالما بقول موجب يبقى الصفر مش معايا أكيد. يبقى من بعد الصفر على طول لحد الما لا نهاية. يبقى من أول الصفر بس الصفر مش معايا، يبقى افتحها من عند الصفر. وطبعا الما لا نهاية مفتوحة على طول. اتفقنا موجب سالب ما لا نهاية، يبقى الفترة على طول مفتوحة. يبقى الحاء الموجبة هي من عند الصفر، هي على خط الأعداد من عند صفر، فاتحة الدايرة بتاعت الصفر. وطبعا السهم رايح فين؟ لما لا نهاية بالشكل ده. سهم كبير تخين بالشكل ده، ميبقاش سهم كده عادي مش باين من السهم الطبيعي أو اللي هو الخط المستقيم اللي أنا رسماه، لا لا، سهم تخين بالشكل اللي أنا عاملاه ده. طب الحاء السالبة هي عبارة عن ايه؟ كل الأعداد السالبة. يبقى كل السوالب لحد الصفر، بس الصفر مش معايا. الصفر ولا هو موجب ولا هو سالب. يبقى كل السوالب يعني من أول سالب ما لا نهاية، من سالب ما لا نهاية لحد الصفر، بس الصفر مش معايا. يبقى هعمل ايه؟ من عند الصفر دايرة مفتوحة لأن الصفر مش معايا. وطبعا كل اللي في الشمال ده كل السالب ما لا نهاية. دي الحاء السالبة، كل الأعداد السالبة من أول صفر فيما عدا الصفر
لحد سالب ما لا نهاية. يقول لي اكتب على صورة فترة، طالما قال لي س تنتمي لح يبقى على طول الناتج فترة. فهمتها انا على طول كده، ماشي، فترة مش مجموعة يعني. بيقول لي س اكبر من او تساوي 3. ايه اللي اكبر من 3؟ ايه اللي اكبر من 3؟ الاربعة والخمسة والستة والسبعة الكلام ده. لو بقول ايه تنتمي لح لطه، بقول اعداد صحيح. انما دي اعداد حقيقية، يبقى صحيح ومش صحيح، كسر وجذر وكل حاجة، يبقى هعملها ايه في صورة فترة. من اول التلاتة الى ما لا نهاية، رايحة للما لا نهاية، مش هكتبها بقى فنطها 3 و4 و5، لا، من التلاتة الى ما لا نهاية. التلاتة معايا، معايا، لان هي اكبر من او تساوي، في علامة يساوي، يبقى التلاتة معايا. الما لا نهاية معايا، مفيش حاجة اسمها ما لا نهاية معايا ولا مش معايا، ما لا نهاية او سالب ما لا نهاية، على طول الفترة مفتوحة. الفترة مفتوحة للما لا نهاية. دي زي النقط اللي كنت بكتبها زمان لما بكتب 1 2 3 نقط، ببين بالنقط دي ان هي ايه، ان هي الى ما لا نهاية، فبرضو بفتح الفترة يعني ان هي ما لا نهاية. ناخد مثال تاني. س تنتمي لح. س أصغر من أو تساوي -7. ايه اللي أقل من -7؟ يبقى من أول -7 لإيه؟ لحد كل الأعداد السالبة شمال بقى. أقل من -7 يبقى من -7 إلى وماشية شمال كده لحد كل إيه سالب ما لا نهاية. ببدأ بالصغير، يبقى سالب ما لا نهاية الأول، يبقى هقول سالب ما لا نهاية و7. ببدأ بالصغير، ماشي، سالب ما لا نهاية هي الأصغر، يبقى ببدأ دايما بسالب ما لا نهاية، هي اللي تبقى يمين. سالب ما لا نهاية إلى -7. ناحية السالب ما لا نهاية على طول مفتوحة، مش محتاجة أعرف. طب -7 في علامة يساوي، تبقى إيه مقفولة. هرسمها على خط الأعداد، -7 هقفلها في الدايرة، وطبعا إلى سالب ما لا نهاية رايحة كده ناحية الشمال، يبقى السهم رايح شمال. إنما لما باجي أكتبها في الفترة ببدأ بسالب ما لا نهاية من الصغير للكبير، يبقى سالب ما لا نهاية إلى إيه؟ إلى -7. هنا س تنتمي لح، اكتب الفترة ما بين -3 ل1. دي بقى مش هتطلع ايه، طالما حددها لي ما بين عددين، تبقى ما ينفعش بقى ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية، تبقى الفترة هنا محددة ما بين العددين، يبقى مفيش بقى سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. فهمنا؟ يبقى ما بين -3 ل1 يبقى اكتب -3 و1. افتحها فين واقفلها فين؟ -3 ناحيتها الفترة مفتوحة، لان ما عنديش علامة يساوي، -3 اصغر من على طول، مفيش يساوي. في يساوي ناحية -1، يبقى هقفلها ناحية -1. هنا في المثال بيقول لي ضع تنتمي إلى أو لا تنتمي إلى. التلاتة موجودة هنا ما بين سالب ما لا نهاية ل4. طيب نحاول نرسمها الأول، هو مش طالب رسمة بس احنا هنحاول نرسمها عشان نفهم. من سالب ما لا نهاية ل4، يبقى السهم من أول ال4 أهو ورايح ناحية السالب ما لا نهاية، ماشي. ال4 مش معايا فهفتحها، رايح لحد السالب ما لا نهاية. كل الأعداد اللي من بعد 4 معايا، اللي من بعد 4 3 2 1 0، ما انا ماشيه بقى بالعكس، عد تنازلي 0 وبعد كده ايه -1، يبقى التلاتة موجوده معايا. لاحظت ان هي موجوده معايا، تبقى التلاتة تنتمي الى. النوع ده من المسائل علشان اعرف احله مظبوط لازم ارسم، معلش يعني هرسمها حتى ولو في الهامش. -5 موجوده في الكلام دوت، نعمل ايه؟ نرسم عشان نفهم، نشوف يا ترى -5 موجوده ولا لا. محدش يعملها كده مباشره يكتب لي تنتمي الى او لا تنتمي الى، لا، نرسم على خط الاعداد حتى لو في الهامش، او ارسمها حتى عادي يعني، مش مفيهاش حاجه، مش هنقول لك حاجه يعني. يبقى هنعمل من اول -6 رايح للايه، للسالب ما لا نهايه، يبقى ماشي شمال كده. طيب -6 اللي قبل منها -5 -4 اللي هو يمينها يعني، الارقام بتقل، يبقى -5 -4 وهكذا. اللي شمالها -7 -8 وهكذا. يا ترى -5 موجوده معايا في الفتره؟ لا، ده يمين بعيد عن الفتره، اللي في الفتره -7 و-8 و-9. انما اللي يمين ده هي الاعداد الاكبر شويه من -6، دي مش موجوده من ضمن الفتره، يبقى لا تنتمي الى.